وبس. ليه بعض الناس بتفضل سعيدة حتى وسط التحديات؟ هل في سر معين يخلي الإنسان يحتفظ بروح الفرح رغم صعوبات الحياة؟ الحقيقة اللي بيحمل جواه روح طفل ويمشي بيها في الكهولة والشيخوخة هو نبغة يجب إن احنا نقتدي بيه، لأنه بيحتفظ بالسعادة الحقيقية اللي وهبها ربنا للصغار. روح الطفل والسعادة الحقيقية، الأطفال عندهم خبرة أعمق بالسعادة من البالغين. كمان الرب يسوع نصحنا إن نكون بقلوب الأطفال وبساطتهم. مش معنى العمر مر بينا إننا نكون عجايز في تفكيرنا أو كسالى في أرواحنا. السعيد هو اللي عنده قلب طفل وروح شفافة وعين ترى الجمال في كل شيء. طب إزاي وإيه هي سر السعادة وسط التحدي؟ السعادة مش مجرد شعور، دي حالة ممكن تحصل عليها بإرادة حقيقية. السعادة بتحدد علاقتنا مع اللي حوالينا، في العمل أو في الكنيسة، في العيلة، وسط التحديات. أنت اللي بتنسج لنفسك نسيج الهنا أو الشقاء من خلال أفكارك. الشقاء أحيانا بيكون نتيجة الأفكار السلبية أو الغيرة أو التشاؤم أو الكراهية أو الخوف. ممارسة عادة السعادة يوميا. السعادة عادة ممكن تتعلمها وتكبرها بممارسة الأفكار السعيدة. ابدأ يومك بآية المزمور: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. ردد الآية بقوة بصوت واضح وبنغمة إيجابية. قول لنفسك كل يوم الصبح: أنا مؤمن إن النهاردة هيكون جميل، أنا هتغلب على كل التحديات اللي هتقابلني، نتائج اليوم هتكون موفقة وسعيدة. لما تبدأ يومك بالطريقة دي هتلاقي نفسك بتعيش طبقا ليها. السعادة الحقيقية في المحبة والنية الصافية. أهم أساس للسعادة الحقيقية هو المحبة الإنسانية. لما يكون عندك نية حسنة تجاه الآخرين هتشعر بالراحة والسعادة والسلام الداخلي. إظهار روح المسيح وسط العمل والمجتمع وسر الفرح. بالصلاة تقدر تزيح عنك أي ألم، لأنه حيث يوجد المحبة يوجد الله، وحيث يوجد الله توجد السعادة. في الختام، السعادة مش مستحيلة حتى وسط التحديات، هو قرار، أسلوب حياة وروح بسيطة. حافظ على قلب الطفل اللي جواك وانتصر بالسعادة. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.